السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أكلة سهلة وطعمها لذيذ جدا، اللي هو ايه؟ الكوردون بلو. وهنعمله بنص كيلو بانيه بس. الأكلة دي بنجيبها من محلات بتبقى غالية جدا، يعني لو مثلا 3 أفراد هياكلوا ولا حاجة بتعدي 500 جنيه. احنا هنعملها بس يعني تقريبا ب150 جنيه بالحاجات اللي جنبها، المكرونة والحاجات دي. جبت هنا صدور البانيه، صدور الفراخ متقطعه بانيه كده فيليه، وهدقها بالمنظر ده بشاكوش بقى او بايد الهون براحتكم. وهنا بصله مبشوره وحطيت عليها ملح وفلفل وبابريكا، وحطيت معلقه خل ومعلقه زيت. وبعد كده هتبل بقى صدور الفراخ دي، وهسيبها في التلاجة زي ساعة مثلا، ساعة ساعتين اللي يعجبكم. كأني بتبل بانيه بالظبط، على اساس ان انا هعمله بانيه يعني. في ناس ما بتتبلهوش وبترش على البانيه الفيليه ده ملح وفلفل وبس، بس انا حبيت اتبله، بيدي طعم طبعا رهيب. هتبله بقى كده ما بين كل رق والتاني بصل، واحطه بقى في التلاجة ساعة او ساعتين على حسب ما بخلص. هنا بقى هعمل شوية مكرونة. طبعا حمرت البصل في حبة زيت. انا بحب المكرونة بالبصل، وبجربها برضو بالثوم، بجربها من غير حاجة، بس انا بحبها بالبصل جدا. وعصرت طماطم بعد ما البصل اتحمرت، وضفت الطماطم، وحطيت ملح وفلفل ومعلقة سكر وحبة بابريكا لحد ما تتسبك، وهنزل بالمكرونة. انا هنا النهاردة جايبة مكرونة قلم، لقيت التسبيكة برضو كتير يعني، فشلت شوية في طبق ونزلت المكرونة بقى عشان اقلبها في الصلصة. كده احنا خلصنا الصنف التاني اللي احنا هنعمله. المكرونة طبعا ما بتاخدش وقت، كنت سلقاها ومجهزاها. هحطها بقى على جنب وارجع بعد ما البانيه ده اتبل عشان اعمله بقى كوردون بلو. حطيت معلقه صلصه صغيره، هحطها بقى على جنب خلاص عشان تبقى جاهزه للاكل. هاجي بقى هجيب بيضه، وهربها مع شويه لبن او شويه ميه، المهم ان انا اخففها شويه. وهجيب شويه دقيق وشويه اللي هو الكريسبي اللي هو باصفر ده، او بقسماط او فيجيتار اللي انت عايزاه، بس ده بيديلها لون حلو. وحطيت الفيليه كده، رق الفيليه، وحطيت لانشون. ممكن تحطي بسطرمه بتبقى تحفه برضو. لانشون، وحطيت جبنه موتزاريلا، او ممكن تحطي جبنه شيدر اللي هي بتاعه البرجر. بس انا ما كانش عندي جبنه شيدر، فحطيت جبنه موتزاريلا عادي يعني. وبلفها كده، يعني الصدر الفيليه وبعد كده لانشون وبعد كده جبنه موتزاريلا والفها. هخلص كل الكميه اللي عندي، وهقوم جايباها بقى حطها في البيض، وبعد كده الدقيق، وبعد كده ارجع احطها في البيض تاني، وبعد كده احطها في الايه، في الكريسب اللي هو الاصفر ده، او البقسماط او الفيجيتار اللي يريحكم. هرجع احطها في البيض وبعد كده في الكريسب، وفي مقلايه فيها زيت سخن. وبعد كده هدي النار بعد ما يسخن، واقوم منزله الكوردون بلو فيها يتحمر. وما تخافيش، الجبنه مش هتطلع ولا اي حاجه، هي بتفضل جوه. اهم حاجه ما تحطيش كتير عشان ما تطلعش بره. هقلبها بقى على الجنبين كده لحد ما تتحمر كده ويبقى لونها جميل. هنا كده حمرتها وبدأت اطلع منها، شكلها تحفة. هرصها بقى في الطبق، وحطيت عليها شوية كزبرة خضرا، وهغرف المكرونة بقى. وبكده تكون الأكلة بتاعتنا النهاردة خلصت. لو أول مرة تشوفوني، ياريت الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الأكلة كانت طعمها تحفة تحفة تحفة، هتعجبكم جدا وهتعجب الأطفال. شايفين من جوه شكلها عامل ازاي؟ طعمها خطير. استنوني بقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.